مرحبا مرة أخرى بكل المشاهدين الكرام. في عددنا الأول هذا من برنامج سهرات المدينة نتشرف بحلول واحدة من بنات الجزائر، ضيفة عزيزة وكريمة علينا وعليكم وعلى كل المشاهدين الكرام. أكيد هي إن أردنا أن نقدمها فلا يسعنا إلا أن نقول في الأول هي وطنية حتى النخاع، اسم لمع في مجال الرواية العربية، كذلك تحمل الكثير من المشاعر والأحاسيس الجميلة، ما جعلها تكتب روائع وروايات تفيض بالمشاعر والأحاسيس الطيبة. سيداتي سادتي، يطيب لي أن أرحب باسمكم بالروائية والكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، التي نتشرف باستقبالها كما قلت اليوم ومن خلال هذا العدد الأول من برنامج سهرات المدينة. سيدتي الكريمة، مرحبا بك وفي هذه المدينة، مدينة قسنطينة. تفضلي وإيانا، سعدنا كثيرا بحلولك ضيفة عزيزة كريمة في أول أعداد هذا البرنامج، برنامج سهرات المدينة. مرحبا بك سيدتي الكريمة. شكرا لكم جميعا لأنه أهديتوني إقامة جميلة، لحظة مسروقة من الزمن ومن التاريخ. هذه المدينة غالية على قلبي والجميع يدري ذلك. أصبحت أنتسب لها شئت أم أبيت. أنا أول ما يقال أحلام مستغانمي يقال قسنطينة. نعم. فبالتالي وهذا المكان عزيز علي أيضا وسنعود ونقول نعم. أكيد. لماذا أيضا. أكيد. طيب سيدتي الكريمة وللمشاهدين الكرام، نعود إلى الأجواء الأولى. أين حلت السيدة أحلام مستغانمي بمطار قسنطينة من خلال صور هذا الموضوع، ثم نعود. ابقوا معنا. بدأ الألم باكرا من اسمها أحلام، ثم امتد لكل مساحات البياض الشاسعة. في الدرب الطويل التقت جمرتها التي ما زالت متقدة، ذهبت إليها، احتفت بها ذاكرة لا تخون في رماد الوقت، ومن الضفاتر أطلت نبرة بهية. أحلام مستغانمي اسم لروائية لهامة جزائرية عربية، حتى وإن رأت النور يوما بتونس إلا أن رائحة المكان تقول إنها من قسنطينة. تكبر أحلام كما يفعل كل البشر، لكن إبداعيا كما لا يفعل كل البشر. تفتح دفاترها ومن الحبر العتيق تطل هامة رجل يسمى محمد الشريف هو والدها. بينهما يتواصل التدفق. الرجل لم يكن يتقن غير الفرنسية، وفي الضفة المقابلة أحلام بهوسها للعربية. بينهما كان جدار اللغة، لكن الجدار كان أبا بإحساس عال. فهل جربت الجدران يوما كيف تفتح الأحضان واسعة لتتلقف لهفة طفلة تتوق لأن تؤرخ لنضال والدها؟ بداية السبعينيات تتخرج أحلام من جامعة الجزائر ضمن أول دفعة للأدب العربي. تتعاطى الشعر والأثير، تسافر بعدها لباريس لتلتقي صحفيا لبنانيا. تتقاطع النبضات، الرؤى، فيتزوجان. تتفرغ لتربية أبنائها ولبيتها.
في الفاتح من نوفمبر عام 1992 كان سي محمد الشريف يودع الدنيا، هو الذي عرف السجون الفرنسية، وهو الشاهد على التحولات التي كان يعرفها البلد في اللحظة التي كان رفاق الثورة يشعلون شموع الفرح لهذا الوطن. سنة 1993 تطلق رائعتها الروائية ذاكرة الجسد التي أسالت الكثير من الحبر وغيرت خارطة الأدب الجزائري والعربي. رواية أعادت خالد بن طوبال للرسم هو المهووس من باريس بمدينة قسنطينة. 4 سنوات بعد ذلك سنة 1997 تواصل أحلام اكتساحها لمقاعد الأدب بفوضى الحواس، فوضى امرأة قررت أن تقفز على سلطة الشرقي والذكوري. سنة 2003 تشعر أحلام بالتعب الجميل من الأصوات التي رافقتها على مدار عملين، على مدار جرحين كاملين، فتقف عند سرير خالد وهو يودع الدنيا. يعبر الرجل لطمأنينته وتعبر أحلام لقلقها. نسيان.com كتاب آخر لها، أطلت لتقرأ عبره حرمان المرأة العربية وتوقها للحظة حب وصدق. كما في سجلها أكثر من ديوان شعر وأكثر من نجاح. أعمالها تسافر للغات أخرى من العالم، لكن يهمها أن تظل على قيد الكتابة، على قيد الرواية. هي العارفة كمالك حداد أن المحطات وحدها لا تسافر. شكرا لكل الحضور الذين يرافقوننا خلال هذه السهرة. كانت هذه مشاهدينا الكرام وقفات عند أهم المحطات التي طبعت المسيرة الحياتية لضيفتنا لهذه السهرة، الكاتبة والروائية الأديبة أحلام مستغانمي، ابنة مدينة قسنطينة. أحلام، العودة بعد الفراق أو البعد عن قسنطينة أو عن المدينة بصفة عامة، هل هي جميلة أو فيها نوع من الألم؟ كل عودة هي جميلة. أني الحنين يجمل المدن التي أحببناها، يجمل الذاكرة. قسنطينة، البعض لا يدري أنني لم أعيش في قسنطينة ولم أكن أعرفها ولم أزورها قبل إلا بالأحرى بعد صدور ذاكرة الجسد. نعم. وهذا أطرف ما في قصتي مع قسنطينة، لأني كنت أحمل ذاكرة هذه المدينة اللي هي ذاكرة أبي. أنا قسنطينية أبا عن جد ولأجيال بعيدة. في الواقع في عمر معين نحن ننجو من الذاكرة، نحب الغربة، نسعى إليها، ثم مع العمر يستيقظ فينا الحنين ونتعلق بالتفاصيل الصغيرة. نعم. ويصبح الوطن أجمل من أي مكان، وهذا ما حدث معي أنا يعني أثناء العمر كله من الكتابة. يعني مريت بكل المراحل، كنت أتمنى الغربة ككل شباب الحالي الآن. نعم. نعم. وعندما حصلت عليها أصبحت أمنيتي وأحلامي كلها تحوم حول الجزائر. طيب سيدة أحلام، ربما الكثير من الأدباء والكتاب دخلوا مدينة قسنطينة المكابرة والمستعصية وكل واحد اختار بابه. أحلام الروائية والكاتبة، ما هو الباب الذي اختارته لولوج هذه المدينة؟ وهنا أتحدث عن ذاك الدخول الأدبي أكثر من الدخول الجسدي. في الواقع كل شيء بدأ بإمكاني أن أقول بهذا الثوب القسنطيني وبذاكرة أبي لسنوات كان يحدثني عن قسنطينة ولم أكن، وعن ذاكرته الوطنية أيضا، ولم أكن معنية كثيرا. يعني كنت في 20 من عمري
لم أكن معنية كثيرا في الواقع بكل التفاصيل التي كان يقولها لي. ثم صادف، ربما هي مجموعة أشياء، أنا كنت أعد أطروحة في سوربون في علم الاجتماع، وجزء من أبحاثي كان عن الأدب الجزائري، واكتشفت آنذاك مالك حداد رحمه الله. نعم. ووقعت في حب مالك حداد في أدبه الجميل الراقي، في ذلك الحياء الجميل الذي يكتب به وتلك الشعرية. وبدأت أحب قسنطينة بالتقسيط وبالتفاصيل، يعني إن شئت. المناسبة كانت ذكرى ثورة جزائرية أول نوفمبر. نعم. وكنت آنذاك في باريس، وكان سي عبد الحميد مهري هو سفير الجزائر في باريس آنذاك، وطلب مني أعتقد في سنة 82، وطلب مني أن أرتدي زيا قسنطينيا للمناسبة. وقلت له أعتذر أنه أنا فعلا ما كان في حوزتي آنذاك لباس قسنطيني، لأنه تزوجت بسرعة وخارج الجزائر لأني كنت طالبة، وأمي لسنوات كانت تعد لي القندورة والسخاب والمحزمة، وكل عام على حسب التقاليد القسنطينية تكبر المحزمة والخلخال وكل أشياء هذه تخبيها لي التي لم أرتديها. يقال أنني كنت جميلة جدا ذلك اليوم، لأنه كنت أشعر أنني لم أكن امرأة، أصبحت وطن، لأنه الثوب ارتبط أيضا بالمناسبة. نعم. الوطنية ارتبط أيضا بأنه هذا ثوب عرسي. نعم. وكأنني أزف للجزائر. نعم. طيب سيدتي الكريمة، ربما أنت كما قلت حب لهذه المدينة بالتقسيط، ثم حملت هذا الحب في وجدانك لهذه المدينة التي ربما لم تعيش فيها من دون اختيار، كذلك عشت في أماكن عدة. نعم. ربما سؤالي، كيف وجدت هذه المدينة عند رجفة اللقاء الأول، حضورك الأول إلى مدينة قسنطينة؟ كيف كان الشعور؟ أولا عفوا أعود أقول أنه أنا قلت ثم مدن نسكنها وأخرى تسكننا. أنا سكنت مدن كثيرة ولم تسكنني إلا قسنطينة، سكنتني لأني ربما حرمت منها، ونحن نكتب المدن التي حرمنا منها. فقسنطينة كانت دائما ما كانت موجودة في كتبي وإن لم أكن موجودة فيها أنا جسديا، فبالتالي حنيني إليها كان يجملها، وأنا كل موعد فيها كنت أراها مختلفة. هي قسنطينة بالنسبة لي، إن شئت ابن العربي يقول أنه المدينة أو المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه، وأعتقد أن قسنطينة مدينة أنثى لكن بصفات رجالية، يعني أنثى لكن تملك أنفة وعزة نفس وشجاعة. الجميل هذا التاريخ، أنا لم أنجو من تاريخ قسنطينة لأنه مدينة 2500 سنة وهي صامدة في وجه الغزاة. هذا الجانب الجميل أحب فيها، هذا الجانب المكابر. فكلما زرت هذه المدينة يعني آخذ طاقة جميلة منها، آخذ شيء من العزة، من المجد الذي سمعت عنه الكثير. لكن طبعا مواعيدي معها كانت مختلفة. إن شئت لا يمكن أن أختصر موعدي مع قسنطينة اليوم فقط. المرة الأولى كانت عندما كتبت روايتي ولم تكن الرواية قد نجحت، وزرت قسنطينة لأول مرة وبكيت في المطار، لأنه العجيب أنه حدثت لي الأشياء كما كتبتها تماما. عدت كما عاد بطلي بالرواية بالمخطوط. نعم. وتماما في المطار استقبلت بنفس الطريقة. يعني الآن أنا أشكركم كثيرا، لأنه أشكركم على هذا الاحتفاء الكبير بي. يعني عندما تتكلم عن قسنطينة، هي أيضا الجسور القسنطينية اللي تعني لي جدا أنا، ليست فقط لأنها رمز في الأعمال متاعي، ولكن لأنها ارتبطت بذاكرة جدي، وقصة أليمة
اللي ألقى بنفسه من الجسر آنذاك لأنه كان على خلاف مع الباي حتى لا يمنحه شرف قتله. وبالتالي هذه الجسور هي أيضا رمز الجمالية قسنطينة وشموخها وصمودها يعني. والأكيد سيدتي الكريمة أنه كل زاوية في هذه المدينة إلا ولها رمزية وتبقى دائما تصب في أصالة هذه المدينة. سيدتي الكريمة، ربما منطقيا نحن نعيش في مدن ونشغل حيزا منها، ولكن في العلاقة التكاملية والعكسية نجد أن هذه المدن هي الأخرى لها مكانة قد تختلف من فرد لآخر في ذاته. هذه القيمة وهذه المكانة لا نكتشفها إلا لحظة الغربة. سؤالي لك سيدتي الكريمة، هل تسافر قسنطينة معك؟ وماذا تحملين منها وأنت بعيدا عن الجزائر؟ أنا تسافر معي الجزائر لأنني عندما أكون خارج الجزائر أنا جزائرية بالدرجة الأولى. أكيد. أنا في الجزائر قسنطينية وخارج الجزائر جزائرية، وأحمل الجزائر بعنفوانها بقامتها وأحملها بلهجتها. أنا بالمناسبة لا أعرف الكلام بأي لهجة أخرى غير اللهجة الجزائرية، وهذا أباهي به لأني غادرت الجزائر منذ 35 سنة وأقمت 17 سنة في باريس، وأقمت الباقي في ما يعادل ذلك أو 20 سنة في بيروت، وما زلت إلى هذه اللحظة حتى عندما أخذ سيارة أجرة في بيروت يسألني السائق أنت من أي بلد وهل أنت سعيدة في بيروت وإذا عجبتك، لأنه ما نعرفش أرد عليه باللبناني. ربما هناك صعوبة أم أنه إصرار على التشبث بالهوية الجزائرية؟ أكيد في اللا شعور ثم إصرار، لأن اللغة هي آخر قلاع اللي نحتمي بها. عندما تسقط اللغة انتهى كل شيء. وبالمناسبة أيضا قسنطينة دافعت عن اللغة العربية من خلال جمعية العلماء المسلمين. أيضا دافعت عن اللغة لأن عارفة أنه عندما تسقط اللغة العربية ستسقط معها هذه المدينة وتسقط معها الأمة أيضا. سيدتي الكريمة، والله الحديث معك شيق وطيب وجميل. لا أكيد أنه وقت الحصة ما زال طويل. سنتوقف عند أداء لفرقة العيساوة بقيادة الفنان رضا بودباغ، ثم نعود مشاهدينا الكرام لمواصلة هذا الحديث رفقة الروائية الجزائرية أحلام مستغنمي. ابقوا معنا. كل القلوب للحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدين، أما الدليل إذا ذكرت محمدين صارت دموع العاشقين تسيل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدي يا رسول الله، لا إله إلا الله، حبيبي يا رسول الله. وبسم الله نبدأ نتكلم، نفتح بصلاتي ونسلم على الهادي طه المعلم، سيدي وسيد الخلق جميع، على الهادي طه المعلم، سيدي وسيد الخلق جميع.
واصحابه بجاه السامعين بالرضا على اهل بيته واصحابه بجاه يا سامعين. صلاة دوام اسلامي على المضلل بالغمام نرجوه يوم القيامة سيدي لينا يكون شفيع نرضوه يكون اسلامي سيدي يكون لينا شفيع. ما تطفى من قلبي ناره حتى عيني تشوف انواره يحشرني ربي بجواره ونكون خديم طايع يحشرني ربي بجواره نكون خديم لي طايع. تم كلامه ريد ابو دباغ جاب نغماته ونقسم طينا بيه تمامه نذكر في مدح النبي مقسوم طينا بديت كلامي نذكر في مدح النبي.
البشار. صلى الله عليه دايما، صلى الله عليه دايما. شكرا وألف شكر لفرقة العيساوة بقيادة الأخ رضا على هذه الأجواء الروحية التي عشنا من خلالهم هذه الأجواء. كما قلت سيدة أحلام، أجواء جميلة، والعيساوة وجه من وجوه أصالة منطقة ومدينة قسنطينة. أنا نحيي هذه الفرقة الجميلة وهذا الشباب الجميلين كلهم، الأخ رضا اللي اكتشفوا اليوم، هذه هدية جميلة. أشكركم كثيرا. شكرا مرة أخرى لفرقة العيساوة بقيادة الأخ رضا. سيدة أحلام، إذا حبينا نمر إلى مرحلة ثانية في لقائنا هذا ونتحدث عن أعمالك وعن كتاباتك ومسيرتك الأدبية، الأكيد أنه لما يكتب أي واحد أنه لا ينطلق من فراغ. في هذا المقام حبيت نعرف، لأنه أحلام هي الشاعرة ربما قبل أن تكون الأديبة، كيف هذا الانتقال من دهشة الشعر إلى أرض الرواية؟ أنا كنت أكتب الشعر، لكن الشعر لم يسعني، كنت أحتاج إلى رواية، لأنه الغربة فاجعة كبيرة. وأقول عندما نفقد وطن بالمفهوم أنه عندما وعيت أنني سأعيش قدري أن أعيش خارج الجزائر، ومن الأرجح أن أموت خارج الجزائر. هذا اكتشاف كبير بالنسبة للكاتب، وبالتالي انتقلت إلى الرواية، لأن الرواية هي الحقيبة اللي يمكن أن تهرب فيها شيء أكثر من الشعر، التاريخ مثلا والفلسفة. وأنا كنت مأخوذة طبعا، أعتقد أولا أنه نجاحي يعود أيضا أني بقيت شاعر، أيضا أنه وظفت جمالية الشعر في الرواية، وهذه من الأشياء الجميلة أيضا اللي تميز مالك حداد اللي هو شاعر الرواية الجزائرية. فبالتالي انتقالي كان لأنه الأشياء اللي حابة نكتبها على الجزائر وعلى الوجع العربي، أنا كقومية عربية ما عاد ممكن أكتبها في نص شعري. فالرواية هي كانت كل الرسائل اللي ممكن أمررها أنا، كل نظرياتي، كل مواقفي، كل مبادئي كان ممكن أن تسرب وتهرب من خلال الرواية. طيب سيدتي الكريمة، سندخل أعمالك الأدبية من خلال رواية ذاكرة الجسد. نعم. ربما سؤال الأول الذي يتبادر إلى الأذهان، نعم. وأنت تخطين سطور هذا العمل الأدبي، هل كنت تدرين أنك تمهدين لعمل سيحقق شهرة كبيرة، وإن صح التعبير ثورة في عالم الرواية؟ ذاكرة الجسد إلى اليوم تدرس في كبريات الجامعات الدولية، في مراكز بحث، هي مشاريع لبحوث ومذكرات تخرج. هل كنت تدرين أنك تمهدين لعمل ذو صيت عالمي إن صح تعبيري؟ طبعا لم أكن أدري أصلا، لو عرفت كنت أصبت بالذعر وما عرفتش نكتب يعني. والدليل أنه بعد ذلك أصبحت أقضي 4 سنوات قبل أن أنجز كتاب، لأنه النجاح شيء مخيف. أنا كنت أكتب يعني أعود لتفاصيل صغيرة، أنه عندما خلعت، كان ليلة أول نوفمبر، خلعت القندورة نتاعي، واللي هي القسنطينيين يعرفوا باللي تحتاج إلى 2 مش يعاونوك باش تحيا القندورة. يعني كل نحيت خلاخلي ومحزمتي وسخاب، شعرت بالبرد، شعرت باليتم، ثم يتم الأمكنة، شعرت أنه أنا يتيمة دون هذا الثوب، وكيف استطعت أن أعيش من دونه. وبدأت أكتب نص مجنون، مش عارفة أنا نفسي أنه رواية. يعني كنت أكتب مقاطع، كل مقاطع اللي تشوفها في ذاكرة الجسد اللي نوصف فيها المشية القسنطينية وكذا، كل الأشياء اللي عن قسنطينية، حتى على العساوة والجسور، كل شيء، كلها كانت لحظات من الجنون، شظايا يعني من تلك اللحظة الشاهقة اللي عشتها. فبالتالي ما كنتش عارفة إطلاقا، حتى لدرجة أنه كنت نقرأ
الرواية نقراها للشغالة متاعي، كانت عندي شغالة في باريس مغربية. ربما هذا هو السؤال اللي حبيت نطرحه لك، أنه في بعض الحالات لما نكتب تجارب هكا صغيرة نعم. نعود لبعض الأشخاص، ربما قد يكون زميل أو شخص آخر، لنقرأ عليه وأن نلاحظ ردة الفعل. أحلام لما كانت تكتب شكون كان لما كانت ترجع وتقرأ له باش يعطيها ربما رأيه؟ والله أولا كان في حياة، أني بالنسبة لي كان هذاك النص حميمي جدا، هو ملتصق بي، هي أنا هي بلادي. بعدين ما كنتش واثقة من نفسي، وبعدين قرأت مقولة أنه الكتاب يشكون دائما في أعمالهم الكبرى، كل ما يكون عمل كبير كل ما تشك أنت في روحك، تقول لا أني مهبول، سي با بوسيبل، يعني شاني نقول. وأعتقد أنه كاتب ياسين عاش نفس الحالة وهو يكتب نجمة مثلا. فبالتالي مانيش عارفة، خاصة أنه نص مفتوح يعني. فبالتالي ما عنديش حد جنبي في باريس مش نفرجيه العمل هذا. أقرب واحدة لي كانت شغالة، وأنا بطبعي يعني هذو الناس كلهم قراب لي، وما زلت أنا لم أتغير حتى بعد هذا النجاح. ما زلت أعمالي لا أقرأها. والمرة الوحيدة اللي عرضت عملي بالمناسبة على شاعر كبير بين قوسين مش يعطيني رأيه، بعد سنوات سكر ونصب العمل ليه. فبالتالي أحيانا مليح واحد يعرض عمله على شغالة أفضل. فشغالة هذه هي كانت عندها يعني ما كانتش بسيطة، أنه عندها بكالوريا رسبت في الامتحان، يعني مستوى يعني إيه. فكنت نقرأ لها لما تخلص شغل ونقول لها معليش، أمي تقول لي أنت مش طبيعية، جيبها طفلة مش تخدم، وليت أنا ندير الميناج وهي تقرأ تسمع الشعر، نقرأ لها الرواية. أنا خلطت لها كل شيء خلط لها كل شيء. بس النتيجة كانت قصة جميلة طريفة، أنه طبعا هي اكتشفت أنه أنا كاتبة، والشيء الوحيد اللي جاء في بالها أنه بما أني نعرف الكتابة، وهي كانت واقعة في حب واحد سوري في باريس، فقالت لي إذا ممكن يعني تكتبي لي رسائل ليه، رسائل حب طبعا. وأصبحت نكتب لشغالة متاعي رسائل نبدع فيها لإرضائها لأنه طلبت مني. ثم القصة طريفة، لأنه فيما بعد اكتشف السوري هذاك اللي هو كان أنذاك عامل يعني في باريس فقط، اكتشف أنه نكتب رسائل، فوقع في حب الكاتبة. أكيد مش شغالة لكن لم ألتقي به، لم أره في حياتي، لكن كانت قصة جد طريفة، يعني من الأشياء الجميلة اللي ممكن تحدث للكاتب. فبالتالي ذاكرة الجسد عمل مخيف، ومخيف أيضا لأني بسبب ذاكرة الجسد وبسبب محتوى العمل نفسه أنا ولدت كبيرة، وهذا قصاص أن تولد كبير، يعني لا يعد من حقك أن تصغر أبدا. يضع الكاتب أمام مسؤولية بالضبط، لأنه أصبحت أقاس بهذا العمل وعلي أن أكتب شيء في نفس المستوى، وإلا علي أن أدافع. بالمناسبة بعدين نعود إلى الموضوع، ذاكرة الجسد أخذت مني 20 سنة دفاع عن كتاب واحد، مرة ينسبوه لكاتب آخر، ومرة طبعا كتاب يزور وثم يباع يصبح مسلسل وأدافع عنه. 20 سنة من عمري دفاع عن كتاب. فهذا أيضا ضريبة، مش ضريبة النجاح، ضريبة لا أدري ماذا، يعني ربما ضريبة كل الأعمال الكبرى أيضا. نعم نعم. طيب سيدتي الكريمة، القارئ وهو يقرأ أعمالك يستشعر أن أحلام الروائية تخفي وراء أعمالها شخصية فذة، ألا وهو الوالد الكريم. أكيد أنه كان له تأثير قوي من خلال تاريخه النضالي وشخصيته الفذة. فإلى أي مدى تطرفت أحلام مستغانمي لشخص الوالد الكريم ولتاريخه؟ والدي موجود في كل أعمالي. أولا أنا كل أعمالي أهديتها لأبي منذ كان حي وإلى الآن وإلى ما بعد، رحمة الله عليه. الله يسلمك. وموجود بأثره كأب، بأثره النضالي أيضا اللي ما كنتش وعيت له أنذاك، لكن في خصال جميلة اندثرت. يعني يكفي أولا أبي أثر علي أنه سماني أحلام، يعني حكم علي بالحلم المؤبد. يعني في كل الأشياء الصغيرة كانت تبدو شخصية هذا الرجل، كان يوقع حياتي مثل لوحة. يعني سماني أحلام. كنت أرافقه في تونس، وهو كان بعد أحداث 845 اللي والدي سجن فيها في الكدية. وبالمناسبة أنا كل ما فوت على الكدية دائما نفكر في والدي.
في تلك الفترة كان موجود مع كاتب ياسين مثلا، وكانوا هما شباب صغار يعني عمرهم 16-17 سنة كل واحد. وكان وقتها كاتب ياسين يكتب رواية نجمة، وعندي أخي ياسين أبي أطلق عليه اسم كاتب ياسين. عندما أحكي عن أبي أنا أحكي عن جيل، يعني أبي هو قبيلة من الرجال، رجال راحوا يكفي لخلاصة حياة أبي المهام اللي شغلها، المهام السياسية. يعني عندما استقلت الجزائر أبي جمع عدة مناصب لا للكسب، لأنه جيله ما كانش مهووس بالمكاسب. وأبي أصيب بانهيار عصبي لما صار الانقلاب نتاع بومدين على بن بلة، لأنه ما تقبلش فكرة أنه رفاق السلاح يصبحوا أعداء لبعضهم. ودخل المستشفى. والشيء التفصيل الأخير أنه والدي توفى في أول نوفمبر، وهذا ليست مصادفة. أنا أعتقد مع أندري مالغو عندما يقول أنه ليس لنا الموت الذي نستحقه، إنما الموت الذي يشبهنا. مش واحد يموت أول نوفمبر ويخرج من المستشفى العسكري صباحوا ما مخرجين، وكانوا صدفة يعزفوا في النشيد الوطني، وقفوا الجثمان نتاعو حتى سمع النشيد الوطني وخرجوه. فحياته كلها منذورة للجزائر. يعني نعود لذاكرة الجسد، وفيها خالد بن طوبال فقد أحد ذراعيه خلال حرب التحرير، لكن الذراع الأخرى فاضت بألوان أرخت لمدينة. سؤالي: إلى مدى يمكن أن يساهم الفن في ترميم ذاكرة أمة؟ طبعا نحن نحتاج إلى الفن لترميم الذاكرة ولإنقاذ الذاكرة أيضا. يعني خالد بن طوبال، وأنا بالمناسبة أعود وأقول خالد بن طوبال هي عائلة بن طوبال هي عائلة كبيرة في قسنطينة، وأنا أفتح قوسين وأقول أنه لم أختار هذا الاسم هكذا يعني مصادفة، وإنما خالد بن طوبال هو بطل ملك حداد في آخر رواية ليه. ولأنه ملك حداد الله يرحمه توقف عن الكتابة، وقال جملة شهيرة أنه الصمت أيضا تواصل، وأنه إذا لا أملك اللغة الفرنسية فسأتواصل مع شعبي بالصمت. ومات كما قلت بسرطان الكانسير، سرطان الصمت وليس بسرطان آخر. وبالتالي آخر بطل في روايته هو خالد بن طوبال. أنا أخذت نفس الاسم وكملت به الرواية، نفس الشخصية اللي فيها هذيك العزة النفس وكذا. أنا فقط ربما في اللا شعور لا أدري كيف، طبعا إحنا نكتب بطريقة في اللاوعي، يعني الإنسان وهو يكتب في الوعي ما على باليش راني نكتب أنا علاش درته فقد ذراعه. الآن تقول لي حاجات كثيرة يعني. أكيد أنه الحديث عن ذاكرة الجسد لا يكتمل إلا بالعمل الدرامي اللي كان تبعه المشاهد الجزائري من خلال القنوات ومن خلال التلفزيون الجزائري. حبينا نعرف إلى أي مدى كان وفيا، أو إلى أي مدى خان هذا المسلسل النص الأصلي للكاتبة والروائية أحلام استقالمي. هو كل طرف آخر يدخل في عمل هو بالضرورة يخون العمل. حتى المترجم عندما يترجم كتاب هو يخون العمل. فبالتالي أنا لا أتوقع، أنا مش طالبة من المخرج ما ممكن إلا إذا أخرجت أنا نفسي العمل. نعم أكيد. لكن القضية أنه ذاكرة الجسد عمل دافعت عليه لأنه هو صورة الجزائر. ويعني تصور أنا في هذا المجلس الجميل في هذا الحضور البهي، يعني نقول لك بتزيريا قلبي وجعني، لأنه تمنيت، لأنه احنا صورنا في هذا المكان نفسه العرس متاع ذاكرة الجسد. أنا دخلت الآن أدخل هذا المكان المرة الثانية، وتمنيت هذه الفتيات الجميلات اللي نشوف فيهم من هنا ونحييهم، تمنيت لو كانوا هم اللي داروا العرس، تمنيت لو هذا الرجال الجميلين كلهم هم اللي يطلعوا في المسلسل. احنا كنا نعانيه من عدة أشياء. يعني القضية مش الخيانة، أولا الخيانة أنه العمل أنا 4 سنوات وأنا أكتب في ذاكرة الجسد، وتم كتابته وتصويره في 4 أشهر، وهذا يختصر لك كل شيء. نعم. لأنه العمل قد ما تعطيه قد ما يعطيك. صح. احنا في تفاصيل أنا لا يمكن أن أغفرها، لأنه أنا جيت وقت العرس، جيت قبل بجمعة مش نقعد هنا مش نتبع، لأنه على بالك باللي ذاكرة الجسد المسلسل تبعوه الآن 9 فضائيات. نعم. يعني ربما ما يقارب 60-70 مليون عربي شافوه. أول مرة الجزائر تدخل إلى البيوت العربية.
كان في أخطاء كثيرة وبعضها يتحملها المخرج. مثلا اللوحات نتاع جسور حتى ما قاموش ببحث اي شيء، كانه جابوا واحد شينوازي يصور برك اللي كان اسمع جسر كذا. نعم. ما دخلش الروح المدينه. الجلسه اللي صوروها في المسلسل ناس قاعدين دائما قاعدين في وسط الدار، تقول ما عندناش احنا هكذاك نقعدوا نهار كامل في وسط الدار لمتكين، لا ما فيش قاعده الوهره بتاع قسنطينه. لكن ايضا اعتبر الشركه الجزائريه المنفذه اللي شاركت هنا في المسلسل اللي تكفلت يعني بتفاصيل هنا في الجزائر مسؤولة عن كثير من الأخطاء. نعم. لأنه مثلا العرس يا أخي القناضر القندورة اللي كانت تحت تلبسها أمل بوشوشة، نعم. يعني بائسة جدا، لا تمثل التراث نتاعنا، لولا أنه المصمم الأزياء عزي يعني كتر خيره تواجد جاي يسلم عليا مصادفة فاستنجدت به. نعم. حط لنا 60 ثوب قسنطيني في تصرفنا. نعم. ولهذا طلعوا بعدين مش هيك برك ما حضروش حتى ناس مش يحضروا العرس. نعم. يعني أنا تمنيت يجيوا الوجوه الجميلة متاع قسنطينة، يشوفوا ملامحنا، يشوفوا الناس متاعنا الأكابر. نعم. حطوا إعلان وإن شاء الله هذه ما تحيها ليش من في التسجيل. حطوا إعلان إعلان في جريدة أنه والله نحتاج إلى دي فيغورون، واللي كان الناس كل جات هنا كان عرس أرواحه. نعم. نعم. فما معقول يعني ما فيش حس بالمسؤولية. ربما كان تسرع في العمل. كان تسرع، بس كمان يا أخي هذا يعني هذه غيرة على الجزائر. بهذا الموضوع نعودوا له أنه أنا تمنيت أيضا ذاك الجسد تنتجها جهة جزائرية. نعم. أكيد. لكن يا عزيزي الجزائري عندما تسلموا مشروع أول شيء يفكر وش يربح، ما يفكرش وش يقدم للجزائر. أقولها وأتمنى أنه تبقى هذه الجملة هذه. بإمكاني نقول لك أنه ذاك الجسد كعمل تجاري ناجح، بس كعمل سيخلد هذا أمر آخر. نعم. وأكيد أنه هذه غيرة الكاتب، خصوصا وأنه كان أخذ منك سنوات وسنوات للكتابة. طيب سيدتي الكريمة، يقال أنه الكاتب عادة ما يكتب نص أصلي ثم ما يلبث أن يعود إلى هذا النص من خلال ربما عناوين أخرى، فماذا أضافت فوضى الحواس وعابر سرير لنصك الأول والأصلي؟ أضافت وجع، لأنه أنا كي بديت نكتب ذاك الجسد ما شبعتش، يعني تفتحت جراحي كلها متاع الجزائر، لأن بديت نكتب من 8 ماي 45، وبالتالي خلاص ذاك الجسد ولقيت روحي في 88 في الأحداث متاع 88 عندما نعم. عاد البطل. هي كانت في الواقع ذاكرة أبي كلها اللي كان يبعثها لي حتى بالرسائل، في كل مناسبة يبعث لي رسائل. ذاك الجسد تمنيت لو قراها، لكن سبحان الله توفى شهر قبل صدور الرواية، فبالتالي ما شبعتش، مازال في أشياء أخرى بقيت نكتب. يعني أنه كنت أحتاج فوضى الحواس أيضا لأوثق اغتيالات الكتاب والمثقفين الجزائريين في التسعينات. نعم. وصعود التيار الإسلامي وهديتها للراحل الكبير محمد بوضياف العمل، لأنه هذيك الفترة لابد أن توثق. هذا تاريخ راح يجي فترة الناس ما يعرفوش، يعني يجي القادم على بالهمش احنا بعد شوية ننسى وش صار. فأنا خلقت حالة روائية مش يعرفوا الناس يوميات ذلك الزمن. نعم. اللي عشناه. نعم. ثم عابر سرير اللي هي تنتهي آخر جملة في عابر سرير: الآن تحط من الطائرة في مطار محمد بوضياف قسنطينة، يعني آخر كلمة في ثلاثية كلمة قسنطينة. شكرا سيدة أحلام على رحابة صدرك وعلى كل هذه التفاصيل. مشاهدينا الكرام، أكيد برنامجنا لا يزال متواصل، فقط استراحة أخرى مع فرقة الوصفان بقيادة معلم محمد الهادي في طبع القرقاب، ثم نعود. ابقوا معنا. عطنا عيسى الجاي لله، عين حمراء الجاي لله، الله هو دايم حيا، فيه هو دايم حيا، ربي هو دايم حيا، هو دايم حيا. شرو جيلاني والعنادي سيدي ما صاروا حتى يندم.
والبروتيني والحناني اللي ما صاروا حتى يندم. اللهم صل على النبي معنا ذكره يا بن عيسى شيخ معبودا وكنيس. اللهم صل على النبي معنا ذكره يا بن عيسى شيخ معبودا وكنيس. يا الله هو دايم حيا يا ربي هو دايم حيا يا ربي هو دايم حيا والموتين والموتين والسوسين والموتين يا ربي هو يا والموتين يا الله هو يا ربي هو يا الله هو هيا. ربي يا بكر يا ري مكنا جلابنا ربي يا بكر يا ري مكنا جلابنا ربي يا بكر يا ري مكنا جلابنا ويا كما يا رولا يا كما يا رولا نظاريه يا كرو ذكر نظاريه يا كرو ذكر ويا كما نارولا يا كما يا رولا نظاريه يا كرو ذكر يا راينا بولنا يا بركتي يا راينا بولنا يا راينا يا فنو راينا فنو راينا يا بركتي يا راينا بولنا Bago, bawa bere, dama, awa hayare. Zere bhama, bawa bere, dama, awa hayare. تكتكي أي كما تكتكي أي نونا تكتكي أي نيه أي نمتي نمتي تكتكي أشكا نمتي أي نيه أي نواريا عياني عيني دونيا أكثر عياني عيني نوريا أكثر عينا توبا بنبري ناتوبا ناتوبا ويلي ناتوبا هيري ويلي ناتوبا هي ناتوبا شكرا جزيلا. هي لوحات جميلة تحمل بين طياتها العديد من الدلالات على مدى ثراء وتنوع الثقافة الجزائرية. نعود مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى ضيفتنا في عدد أول من هذا الموسم من برنامج سهرات المدينة مباشرة من مدينة قسنطينة. سيدتي الكريمة، لما نشوف الساحة الإعلامية الحالية هناك مجموعة من الوسائط نعم الاتصالية أو ما يعرف عليها بالشبكات العنكبوتية، كيف هل خدم السيدة أحلام مستغانمي هذا التطور أم أنه فيه
بعض التأثير السلبي. هناك مجموعة من المواقع ليك، كيف قدرتي أنك تسيري هذه المواقع؟ أولا أنا لم أسير شيء في حياتي. القضية أنه بعد هذا طبعا نواصل القضية أنه المشوار أنه سافرت وأصبحت كذا وعشت في الشرق وصدرت لي رواية وأثرت ضجة كبيرة وأصبحت أدعى القنوات التلفزيونية وكذا، لكن أنا منذ 10 سنوات تقريبا منعزلة تماما، يعني حتى ظهوري في هذا البرنامج حدث وأنتم تدرون ذلك، ومعزل الجزائر طبعا لأنه هذا بلدي، لكن أنا لا أظهر في التلفزيونات ورغم الإغراءات الكبيرة، لأنه أعتقد أنه الكاتب مجاله بعيد عن الأضواء. أنا أحتاج إلى عزلتي لأكتب. نعم. لا أحتاج إلى الأضواء، والأضواء بالنسبة لي تستهلكني ليس أكثر. وأنا أثبت أنه بإمكان كاتب أن ينجح دون وساطة إعلامية، لأنه نعم. أنا شخصيا اللي نجحوني هم كتابي، عفوا هم قرائي. نعم. وهذا أثار بعض يعني هيك حفظت بعض الصحفيين لأنه ما عندهمش سلطة عليا، لأنه مش بإمكان أنه الآن الإعلام ينزل أو يحط كاتب أو يخلقه، أو لا يستطيع أن يخلق كاتب من لا شيء. نعم. أنا قرائي في لبنان وفي العالم العربي هم اللي أهدوا كتبي، هم اللي صنعوا كل هذه الهالة اللي حولي، وبالتالي أصبح بإمكاني أن أنسحب، لأنه العمر قصير وأنا أريد أن أكتب، لا أريد الأضواء أكيد. بالنسبة للكاتب يعني ربما أنا أفهم تماما المطرب الممثل يحتاج إلى ضوء، الكاتب ليس في حاجة إلى قلم وورقة، ليس نعم. أكثر. نعم. طيب. وصلت عفوا في قضية ربما المواقع والإنترنت. لا نوصل لك الإنترنت. أنا فوجئت، يعني سأفاجئكم أنه أنا ما نعرفش حتى الآن يعني نصف على الكمبيوتر أو أي شيء من هذا. أنا أعاني من التكنوفوبيا، يعني الآن أتعلم حتى ما نعرفش أرد على بريدي، وهذا شيء عجيب لأنه وجدت نفسي 50 موقع 50 جروب يحمل اسم أحلام مستغانمي، فجأة صار عندي 1,200,000 فان، وأصبح يعني في حتى ناس يتكلموا باسمي وياخذوا مواقف وكذا. فاضطريت لأنه خاصة في الثورات هذه يعني في مواقف أنا مسؤولة عنها، يعني الناس يتصلوا بي هل هذا ورأيك بالنسبة للأحداث في البحرين مثلا، بالنسبة لمصر، بالنسبة لكذا. فأصبحت أنا أدير هذه المواقع خوفا من أن تنسب لي. يعني هي الانترنت شيء جميل صحيح، نعم. لكن شيء مخيف في ذات شيء مخيف. نعم. لأنه الكاتب، يعني أنا أقول إن إذا رفعت يعني إذا رفعت عندما ترفع سلاح أنت جندي، وعندما نعم. ترفع قلم أنت جيش عدد قرائك. نعم. فبالتالي أنا الآن أصبحت قائدة قوات ومش عارفة هذا الجيش أين أذهب به. ثم شيء مخيف أيضا أنه كل شيء يوثق، ما عاد بإمكانك تقول شيء وتقول معليش. يعني حتى اللحظة هذه أنا أول ما نخرج رح نلقاها موجودة في الإنترنت. وبالتالي بالنسبة للكاتب، الكاتب عليه أن يفكر كثيرا قبل أن يعني يحتاج، حتى بالنسبة للثورات الحالية. نعم. نعم. أنا صعب علي، يعني أخذت مواقف كثيرة ولكن توقفت شيئا ما، لأنه الكاتب دوره تأملي مش دوره صحفي توثيق اللحظة. أنا أقول سنكتب لاحقا، أحتاج إلى مسافة للرؤية، بينما الإنترنت يفرض عليك أنه فورا حدث هذا الحادث عليك أن تعلق عن كل شيء يحدث. أكيد. وهذا أمر مرعب يعني بالنسبة للكاتب. شكرا أحلام. مشاهدينا الكرام، برنامج سهرات المدينة لا يزال متواصل من قسنطينة. نتوقف الآن عند لون فني آخر، وبالضبط عند الملوف القسنطيني مع فرقة مدرسة الانشراح. أنا ماني فيش أشعلية مني، نخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا ماني فيش أشعلية مني، نخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني.
الحقيقة شكوك. ربي ناظر فيا وانا نظري متروك، في الارحم والاحشام النظر صورني. انا مالي فياش اش عليا مني، نخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. انا مالي فياش اش عليا مني، نخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. يقول لي ما شاء كن فيكون، ويبدئ سبحانه ويعين، ويحكم في خلقه ما يشاء، ويفعل في ملكه ما يريد. في ظلمات الأرحام صورني من نطفاه، وفداني بالأنعام نعما من كل صفا، وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة، ونزلت بغير قماش غطاني واسترني. أنا مالي فياش اش عليا مني، نخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فياش اش عليا مني، نخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني.
شكرا شكرا وألف شكر لكل واحدة باسمها على هذا الأداء الفني المتناسق والجميل. سيدة أحلام، كثيرة هي أسفارك خصوصا بعد الشهرة وبعد ربما الدراسة وما إلى دون ذلك، فماذا يضيف السفر؟ هل فيه إضافات جديدة أم أن هذا السفر يسرق منك أشياء؟ أنا ككاتبة ليس السفر الذي يثريني، إنما العلاقات الإنسانية، لأنه الكاتب مجاله هو الإنسان بالدرجة الأولى. يعني أخذ نموذج نجيب محفوظ، لم يغادر القاهرة ولكن حصل على جائزة نوبل. هي فقط قضية العلاقات اللي تثريك. يعني الروائي بالذات هو الشخص الذي يستمع إلينا، فبالتالي طالما أنا أختلط مع هذا الناس بكل الطبقات وبحكم موقعي، يعني أنا التقيت بناس كبار جدا وبناس عاديين جدا، وكل هذا المجال أثراني أنا، لأنه أنا أعمل على النفس البشرية، تطورها أمام المواقف يعني الإنسانية المر بها الطغاة والناس العاديين، كل هذا مجال للتفكير، لأنه مجال الكاتب هو أصلا تأمل. ربما أحلام من جمالية السفر أننا اليوم التقينا في قسنطينة. أكيد صحيح. طيب صحيح ووحدة. كيف هي أحلام الأم والزوجة في ظل كل هذا البريق، بريق الشهرة؟ أنا لا علاقة لي بالبريق وهذا الضوء، يعني أنا الكهرباء لم تدخل بيتي. أنا لا أحب الضوء، أحب النور، لأنه أنا يضيئني نور داخلي. نعم. أعتقد هو نور الطمأنينة والهناء والسكينة اللي ربي أنعم بها علي، لأنه لا أحمل أحاسيس سلبية، حسد، ضغينة، غيرة، لا شيء. هذا كله أشياء جميلة. الضوء يخلق لك مشاكل، يخلق لك نكد ودسائس. أنا لا أحضر شيء، يعني حتى المؤتمرات منذ 10 سنوات لا أحضرها أو أكثر. في البيت أنا أم عادية جدا، غالبا ما أقوم بأشغالي المنزلية. نعم. وأنا زوجة أعتقد جيدة، يعني حتى قبل أن أسافر أهتم بزوجي ماذا سيأكل أثناء غيابي. أولادي يقولوا دائما أنه أنا لا بلو ميرفيوز دي مامان، أم الأروع، لأنه دائما أتنازل عن كل حقوق الأولاد، وربما كان هذا غباء أيضا. لكن فعلا أنا أعتقد أنه إن لم تكن إنسان أنت لا يمكن أن تكون كاتب، يعني بالدرجة الأولى. أنا حتى سر من أسرار نجاحي هو إنسانيتي. أنا أعتبر أنه قرائي هم أهلي، وأنه قرابة الحبر أقوى من قرابة الدم. الأحلام كذا كحالة، هل تمدك بالقوة أم فيها خوف أم كيف؟ الأحلام أنا قلت لك محكوم علي بالحلم المؤبد. أولا اسمي أحلام. أنا لا أخاف الأحلام، لأنه سبحان الله أحلامي تتحقق. أنا أحلامي تبدو كأنها رؤى، يعني أرى شيء هكذا. أحلامي في النهار، أنا لا أحلم في الليل. فأرى شيء، أتصور أني سألتقي بأشخاص، ستحدث لي أشياء وأنساها ثم تحدث. يعني أنا أراهن على الحياة. امرأة لا ألهث خلف شيء فتأتيني الأشياء لاهثة، يعني حتى الأحلام لا ألهث خلفها. يعني حتى هذا ما يحدث لي الآن هذا حلم، وأريد أن أقول أنه حلم حققته نيابة عن كل الكتاب الجزائريين والمبدعين الجزائريين اللي أهديهم هذه الاحتفالية اللي الله سبحانه كرمني بها. وتمنيت لو كلهم عرفوها، ولكنهم جاءوا في ظرف مختلف. أنا أحيي كل الغائبين الكبار اللي لولا غيابهم ما كنت أنا اليوم كبيرة، ما كنت في هذا المكان. طيب أحلام، أنت من برج الحمل الذي نعم. حملتك حيويته لأفلاك الشهرة، فماذا حدثت بالتجربة من عيوب تلقائية الحمل؟ أنت تعرف عني الكثير. أكيد طبعا. برج الحمل برج رائع، أنا مش مستعدة نغيره لأنه برج مجنون. صح، يعني يكفيني شرف أنه نزار قباني وجاك بريل من برج الحمل، يكفيني هذا. برج اندفاعي كما ترى، عاطفي، شاعري، يعني يصدم كما نقولوا بالجزائري، يعني يصدم اللي صار يصير. يعني إذا عنده اقتنع بشيء ما يفكرش في العواقب،
قد تكون هذه عيب، بس أنا أراه معليش يعني أحيانا، وإلا يعني الإنسان الجبان لا يصل إلى شيء. طيب. هو برج الحب، ما كلهم عشاق برج الحمل يعني. وعلى كل حال أحلام، أكيد أن برج الحمل كان له بشكل أو بآخر أثر في نجاحاتك. على كل حال احنا نشكرك على هذه التلقائية وهذه العفوية في الحديث. مشاهدينا الكرام، برنامجنا الفني هو الآخر لا يزال متواصل، وحتى ربما نرسم لوحة التواصل بين الأجيال. هذا التواصل الفني رح نبقى دائما في أجواء المألوف، ولكن هذه المرة سنستمع لوصلة نغمية وفنية بحنجرة جيل آخر، وهذا مع فرقة المألوف بقيادة الفنان أحمد عوابدية. سابنينا عليا محبوبتي، سابنينا عليا محبوبتي، سابنينا عليا محبوبتي، في حسن عصبار بتحقق بنيان الرخام، مسك الفضة مصعب عن حيلتي، مسك الفضة مصعب عن حيلتي، مسك الفضة مصعب عن حيلتي، جاني حديثكم وأوصلني يا بيت منام، شاشة تدليها وشوارت أمنيتي، شاشة تدليها وشوار أمنيتي، شاشة تدليها وشوار أمنيتي، دورت حرمكم هنا نلقاكم جملانية، ولقيت أنا مراضي قدامي عقب الظلام، علاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي، على غايتكم من البارح بالزينة بالتنان إلى الصوب من عرضني لقاكم عقب الظلام، علاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي، وعلاش تكذبوا وتقولوا ولا عاد يعتنا لفراقنا هذا محال، وعلاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي، أنا نايهات ما جامع مرسول ياتيك بلا خبر ويعيد عليك الوصال، علاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي، هوا حنا انسعفوا في حاله في ساعات الضرك، امتنع عن كل الحال، وعلاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي، وجميع ناس
صبيان منع جنب قطار وضرب لا ننصال عادات تكذبوا وتقولوا يا غيبتي بشراك فلا خدع نصبولو لازم نحصلوا الظهر ايام طوال وعادات تكذبوا وتقولوا يا غيبتي بشراك يا خداع وعملتوا عن غضراتي وبشراك وعملتوا عن غدراتي منصور أعيد الغنى من يفهم لي المثال وصلت عندهم وتعديت بحاشمتي وصلت عندهم وتعديت بحاشمتي بزت وما عملتو يا لون راعي النظام وغنمت وصلها بعد انحلي الحزام وعلاش تكذبوا وتقولوا في غايبتي على غايدكم تزين وسوت النظام الرسول العالمين وعلاش وتقولوا في غيبتي وعلاناش تكذبوا يا بغضة عن غايدكم انا البارح هجزت لزينة تدل وعلاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي عننقت انه دمت للفضة نسهل طبايعي في وسط السينا عفان وعلاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي أمننا بنانا ناخذ غمضة على سندهر تويت أمننا من السلسابيل وعلاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي فزت صبها في قضاء رشاق في بيتي فريقها سيل السين وعلاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي على نطاق صابين يابي من قوة صبرتي وترني جرحت والفي والعاب بي المنام كدرت انا مرابي عطبتي رشفتي على مرامي عطاني ورفتي
لعبوا لنصرنا على جمالنا، علاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي مع مراضي بين بنانان بين الصابة ورياضكم عليا مغريسو لقطفت النسري والقرون في الكيف فانا وطلعت ولفتي وتحقق عني الرضا انا حسنة الطريق فيها ناس منهم طلعت درختي ومالية عنهم سراب عمل على طمر بالسيف السنة نيف وبرقاتي انا لمنانا عرضي عزيز يالو نفدي يا برقباتي الناس يعرفوني ظهر بين الآلام اسمي علي المطير شاعر في ورقاتي اسمي علي المطير شاعر في ورقاتي اسمي علي المطير شاعر في ورقاتي على كل حدنا نقرا مني السلام على وليفتي يمو ناظر قتل وشام علاش تكذبوا وتقولوا في غيبتي تكذبوا وتقولوا في غيبتي. شكرا للفنان أحمد عوابدية ولكل أعضاء الفرقة على هذا الأداء الجميل. أحلام، شفنا الاستمتاع كان كبيرا. طبعا لأنه أنتم يعني شبعانين أكيد من المألوف، بس أنا محرومة منه، وهو فني المفضل عنده علي تأثير أكيد. فسعيدة فعلا، أقول بسرعة أنه أنا ممنونة جدا لكم لأنه أهديتوني سهرة من سهرات العمر بالنسبة لي. شكرا على هالاحتفال الجميل، على كرمكم، على كل هاللحظات الجميلة. كل قسنطينة كانت متمثلة في هذه السهرة. طيب، ونحن نتحدث عن الأماني. وش هي أماني الكاتبة والروائية أحلام مستغانمي ونحن على عتبات سنة جديدة؟ أكيد في أمنيات سرية لن أبوح بها. نحن نبحث عن غير السرية وليست السرية. لا. لكن
أمنيتي الأولى أنه إن شاء الله الجزائر تجتاز هذه المرحلة التاريخية الحرجة بأمان يا رب، وإن شاء الله يعم السلام في الدول الإسلامية والعربية في هذه المرحلة الصعبة. أمنيتي أن أنجز أعمالي ما استطعت في العام القادم، أن أعود إلى هذه القاعة لأنه احتفلت فيها بعرس في ذاكرة الجسد، عرس حياة. أتمنى أن أعود لها لأصور الجزء الثاني، مش مبرد قلبي نصور هذه الفتيات الجميلات هذوما، نزيد ندير عرس ان شاء الله الكل نعرضهم، نزيد ندير عرس الكل نعرضهم ان شاء الله. واذا ما درتش الجزء الثاني نزوج ولادي في هذه القاعه راجعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سعدت بهذه التلقائيه وهذه الطيبه في الحديث. شكرا والف شكر على قبولك دعوه البرنامج، برنامج سهرات المدينه من قسنطينه. نصل للاسف للختام، ولكن يبقى الامل على أن نلتقي في فرص سعيدة إن شاء الله. شكرا مرة أخرى على قبول دعوة البرنامج، وهذه بلسان واحدة من بنات قسنطينة هدية من التلفزيون الجزائري، هي هدية شكر وعرفان وتقدير لك سيدتي الكريمة. هو مفتاح قلب مدينة قسنطينة يهديه لك يا تلفزيون الجزائري، كما قلت وهو عربون محبة، عربون تقدير وعرفان لك ولكل جهودك سيدتي في سبيل تطوير الرواية وخدمتك لقضايا الجزائريين عموما. نشكرك مرة أخرى سيدتي الكريمة. مكانه سيكون في قلبي وعلى مكتبي، وإن شاء الله سأعود إلى هذه المدينة بأعمال جميلة تليق بها وبكرمها وبكل ما أهدتني. وتأكدي أنك دائما حاضرة في قلوب كل الجزائريين والجزائريات. شكرا مرة أخرى على قبول دعوة برنامج سهرات المدينة من مدينة قسنطينة، برنامج سهرات المدينة الذي تشرف اليوم باستقبال الروائية والشاعرة أحلام مستغانمي ابنة هذه المدينة. شكرا. أنا لا أملك شيء، الكاتب لا يمكن أن يهدي إلا كتبه. لي كتاب للتلفزيون الجزائري ولهذه المدينة الجميلة. يعني هذا الكتاب أصلا ذاكرة الجسد كله قسنطينة، ولا أعرف مدينة أهله إلا قسنطينة. يعني في مدينة قسنطينة ستهدين ذاكرة قسنطينة إن صح تعبيري، وهي ربما أثمن هدية تقدمينها للبرنامج، برنامج كما قلت سهرات المدينة الذي سيكون طيلة موسم كامل إن شاء الله، وسنسعد فيه باستقبال جمع من الوجوه وكذلك الأسماء الجزائرية والعربية المبدعة. كانت البداية مع الروائية أحلام مستغانمي صاحبة السلسلة الروائية الشيقة والجميلة، وإن شاء الله ستكون وجوه أخرى معنا مستقبلا من هنا من مدينة قسنطينة وعبر شاشة التلفزيون الجزائري. أكيد التوقيع هو الأساس. شكرا وألف شكر مرة أخرى سيدتي الكريمة. شكرا على كل شيء. أنا سعيدة لا أملك كلمات فعلا، حتى الكاتب يحدث أن يفقد لغته. شكرا على هذه الهدايا، على حضوركم. ستبقون في القلب جميعكم واحدا واحدا. شكرا سيدتي الكريمة. وعلى وقع هذه الكلمات المعبرة سنختم هذا البرنامج وهذا العدد الأول من سهرات المدينة من مدينة قسنطينة.